القنابل الفراغية المصرية تسحق الحضارة وتفني البشرية بلا نووي. تخيل أن تضرب عدوك بقنبلة واحدة فيصبح جيشه وحصونه وعتاده هباء منثورا، وتصبح ذكراه من الماضي الأليم. جيوش تتبدد وأنفاق تتلاشى وحصون تتساقط، كل ذلك في غمضة عين بقنبلة وكأنها صنعت من الجحيم إلى الجحيم. ليست خطورتها على البشر فقط، إنما هي كابوس حتى للأحجار والرمال، فكل شيء في طريقها مفقود لا محالة. صنعتها مصر ثم طورتها وجعلتها للجيش سيفا ودرعا، وإسرائيل لا تجد لها مخرجا من هذا المأزق الذي قد يفنيها عن بكرة أبيها. فما هي هذه القنبلة؟ وما هي قدراتها الفتاكة؟ وما هو تاريخ صناعتها في مصر؟ سنجيبك عن هذه الأسئلة وأكثر في هذا الفيديو، فتابع للنهاية. أهلا بكم في حلقة جديدة على قناة حقائق عسكرية. نصر 9000، القنبلة الفراغية المصرية ورمز التفوق العسكري المصري، بوزن يصل إلى 9 أطنان، تدمر كل شيء في نطاقها بحرارة تتجاوز 3000 درجة مئوية، وموجة ضغط عنيفة، وفراغ يسحب الأكسجين فيمحو الحياة. صنعت بالتعاون مع العراق في الثمانينيات، وأتقنت مصر إنتاجها فطورتها لتصبح أداة ردع فتاكة تجعل العدو يحسب لها ألف حساب. هذه القنبلة التي بثت الرعب في تل أبيب ونشرت القلق في أرجاء واشنطن تجمع بين الدمار الشامل والدقة التكتيكية. فكيف صنعت مصر هذا الوحش؟ وما تأثيره على المنطقة؟ القنابل الفراغية قوة تضاهي النووي بلا إشعاع. عند تعريف القنابل الفراغية أو الحرارية الضغطية، يمكننا القول أنها قنابل حربية تعتمد على مبدأ ثنائي المراحل. الأولى إطلاق سحابة من الوقود الغازي عالي الاشتعال، والثانية إشعال هذه السحابة لتتفاعل مع الأكسجين في الهواء، مولدة انفجارا هائلا وحرارة تذيب كل شيء في نطاق الانفجار، ثم ينتج عنها موجة ضغط ممتدة تدمر الأهداف وتسحب الأكسجين من المنطقة وتسبب اختناقا لمن ينجو من اللهب. إذن فلا يمكن اعتبار هذه القنبلة سلاحا عاديا، فهي لا تميز بين جندي وتحصين ولا بين العدد والعتاد، مما يجعل مجرد التفكر فيها بمثابة فيلم رعب يوقع بالعدو هزيمة نفسية وتكتيكية قبل حتى أن تبدأ المعركة.